صباح الخير او مساء الخير، تبع الوقت اللي حضراتكم بتشوفوني فيه. الهوت دوج الجميل او السوسيس، زي ما انتوا عاوزين تسموه، بس انا النهارده اسميه احلى حاجه في الدنيا. ما شاء الله كده، ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا. فيديو النهارده رائع وممتع للغايه. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان اني اكون ضيفه خفيفه على قلوب حضراتكم. صدقوني جميل جدا جدا، والطعم زي ما قلت لكم فوق الرائع بشويه. كمان طريقة التشكيل شكلته في ثواني، اخدش مني اي حاجة. وهتشوفوا معايا النهاردة في الفيديو بتاعي. النهاردة هنعمله مش هياخد مننا 10 دقايق. هنعمله بقى مع بيتزا، هنعمله بصي داخليه في اي حاجة. ما شاء الله سندوتشات المدارس. خلاص بقى المدارس على الابواب، كل عام وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كمان اني اكون ضيفة خفيفة على قلوب حضراتكم. متشكرة جدا لكل الناس الجميلة اللي دخلت في القناة من داخل مصر ومن خارج مصر. تعالوا بقى نصلي على النبي ونحط حتة دليك الصغنطوط ونشوف عملنا ايه. دي البهارات بتاعتي عبارة عن 3 معالق من كبار من النشا، تمام. وكمان معايا معلقة كبيرة بابريكا. وكمان معايا نص معلقة ملح، نص معلقة سكر، وكمان نص معلقة جنزبيل، مكعبين من المرقة. وكمان ما شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايدينا نص معلقة من الكمون، وعليهم كمان نص معلقة جنزبيل، على بيضاية، على 3 معالق من الزيت. وهنشوف عملنا الجمال ده ازاي. معايا هنا ما شاء الله كده ربنا يحسن ما بين ايدينا صدر فرخة كامل، قطعته لمكعبات زي ما انتوا شايفين. نزلت بكمية البهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن نشا، وكمان بابريكا، وكمان فلفل اسود، وكمان كمون، وكمان جنزبيل، 3 معالق من الزيت، وكمان بيضايه. هنضربهم في الكبة. النشا هنا فايدتها ايه؟ بتدي للعجينة بتاعتي دي مطة حلوة كده ولذيذة. انا كنت عاوزة اعرف هي بتعمل ايه، ولحد ما انا عملت الوصفة وطلعت معايا ما شاء الله كده زي ما حضراتكم شايفين، رائعة بصراحة. زي ما قلت لكم ان شاء الله ما شاء الله كده، وقت كمية الضرب بيبقى حوالي 7 دقايق. تمام تمام. هنا طبعا جبت طبق معايا ودهنته كده شوية زيت، وكمان نزلت بقى الخليط بتاعي. ما شاء الله زي ما قلت لكم في مطة حلوة كده، وفي طعم حلو جدا جدا. هنا بقى سيبته يرتاح في التلاجة حوالي هنقول 10 دقايق، وبعدين خرجته من التلاجة وقلت بقى اكوره كور كده علشان يبقى سهل معايا في طريقة التشكيل. طبعا دهنة ايدي زيت علشان خاطر بصوا يعني كده انتوا فاهمين طبعا انا عاوزة اقول ايه. جبت هنا بقى كيس تلاجة، فتحته كده من اليمتين، وبعدين جبت اول كورة، وطبعا بدهن ايدي زيت، تمام. وجبت باب الاسباتيولا زي ما انتوا شايفين كده، ما تستعمليش السكينة علشان السكينة ما تقطعش ليك الكيس. تمام تمام. الاسباتيولا حلوة قوي، او ظهر معلقة او اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين خرج معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. وانا بشكل كده كنت بغلي المية على الكاتل وبحطها في الحلة علشان خاطر الحلة تغلي معايا. تمام. جبت الصينية حطيتها على ظهر الحلة كده زي ما انتوا شايفين، او فوق الحلة، وبسيبها كده. وطبعا ما دهنتش الصينية دي زيت او اي مادة دهنية، وبغطيها بصينية تانية. ما شاء الله كده بياخد معايا حوالي ربع ساعة تسوية. بصوا بقى بقلب من الجنب ده الجنب ده، طبعا بعد مدة يعني ما يعادل كده 7 دقايق. تمام. وبيخرج معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. صدقوني بجد الطريقة يعني تستاهل التجربة. من صدر فرخ واحد عملنا الجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. شفتوا وصفات كتير جدا جدا بيقولوا ان احنا لازم ندخل مع الصدور اوراق فراخ، وممكن ندخل مع الصدور كمان لحمة. انا ما دخلتش اي حاجة مع صدر الفراخ، وخرج معايا بالجمال اللي حضراتكم شايفينه ده. بصراحة انتوا لو شايفينه دلوقتي هتقوموا تجربوه من ما يعني ايه، علشان خاطر النتيجة نجحت معايا. هنا بقى كنت عايزة اعمل ايه، كنت عايزة اعمل ميني بيتزا زي ما انتوا شايفين. دخلته معاها كده، وما شاء الله كده عملتها بالسوسيس. فكانت بصراحة كانت الوصفة هائلة وكانت رائعة. وما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا كده. دايما لما بندخل المطبخ بنعمل ايه؟ طبعا لو في وقت صلاة بنقوم نصلي فرض الصلاة الاول، وكمان ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا بنسمي بالله وبنصلي على الرسول كده. دايما اي حاجة بتعمليها سمي بالله، وان شاء الله ربنا هيبارك لك في كل حاجة انت بتعمليها. ما شاء الله كده زي ما قلت لكم انا عملته مع الميني بيتزا، كان خطير جدا جدا، كان فظيع. ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. شايفين الجمال، شايفين الحلويات.
طبعا الميني بيتزا عملتها في فيديو تاني لوحده علشان انا ما اطولش على حضراتكم. ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايدينا. بصي بقى انا قطعته على طول بعد ما نزلته من على البخار. تمام. وما شاء الله ما تهراش معايا، يعني انت لو عاوزة تستني شوية كده حوالي 10 دقايق لحد ما يبرد بتقطعيه. اتمنى الفيديو يعجبكم، متشكرة جدا ليكم.